السلام عليكم. نهاركم جميل ان شاء الله وزوين وغزال. شوفوا معايا هذه العجينه الرائعه، الكثافه ديالها والقوام ديالها كيف داير. قولوا لي واش عرفتوها ديالاش؟ ها هو تيطيب في مقله كيكون فيها واحد شويه ديال الزيت باش كيجي محمر، وكيطيب على جوج جوايع. وهذا بطبيعه الحال راكم عرفتوا شنو هو هذا الشيار. هو اليوم غير ديال الحوايج الخامرين، الحوايج تبارك الله اللي كتجي العجينه ديالها فايضه وخامره. الله يفيض خيركم ان شاء الله في هذا النهار. السلام عليكم لاله شميشه. سلام شيماء، سعيده بزاف انني نشوفك، نعاودو نتلاقاو نديرو فيديوهات جداد. ربي يخليك، انا شحال هادي صراحه توحشت هاد الجلسه والهضره والمعلومات خصوصا اللي كناخذوا من عندك في كل فيديو. مرحبا مرحبا. جيت تبارك الله مع هذا الخير، بان لي تبارك الله طبله عامره. هذا الخير انت كتشوفي معايا شنو كاين فيه. كاين فيه رفيسه، كاينه انواع مختلفه ديال الفطائر، وكاينين الحويجات اخرى اللي كنوجدوها بهذه المناسبه هذه. عرفتي اليوم شنو؟ اليوم الليله ديال 13 و 14 يناير كنحتفلوا براس العام الفلاحي اولا راس العام الامازيغي اولا ناير ولا حاكوزه كيف ما كنسميوها حنا عندنا في الدار. فبالنسبه للاكلات اللي كنديروا في هذه المناسبه هذه، كنلقاو في الفطور عندنا الشيار اولا السفنج اولا المخنفر اولا بغرير اولا تاقله. غادي نقول لكم شنو هو يا القاسم المشترك ما بين هذه الاطباق هذه كامله، هي انها اطباق كتزكى اولا كتكون غير شي شويه وكتكتار وكتفيض. فكنقولوا كيجي تبارك الله كنتفايلوا داك العام باش يجي الخير ديالو فايض. يعني هنايا الاطباق ديال الفطائر اللي عندنا مثلا ما كاينش مسمن لانه كيبقى صامت، ما كيطلعش وما كتذوبلش داك العجينه ديالو. بينما الشيار اولا السفنج اولا المخنفر اولا البغرير كدير واحد الكميه بسيطه د العجينه، وهذيك الكميه ديال العجينه كتخليها كتخمر، كتكون فيها الخمره تخليها تخمر، فكيضاعف الحجم ديالها لجوج ثلاثه ديال المرات، وكتجي زاكيه وكتجي تبارك الله خيرها فايض. وداك الشيء اللي كنتفايلوا به على سنه الفلاحيه جديده اللي غادي تكون ماجيه. من بعد كاين عندنا الدجاج، وحيت الدجاج يبيض فكيعطينا كيخلف وكيعطينا. من بعد ما تنساش نعاود لك واحد الحاجه طريفه حنا كنديروها فاش عندها علاقه بالبيض في هذه المناسبه هذه. فقلت كنديروا الدجاج اما هكذا برفيسه اولا كنديروا بيبي كيكون محمر اولا معمر باللوز وطيبها حتى هو محمر ولا معسل، كل واحد وكيفاش يعني على حسب الامكانيات ديالو. هذا فيما يتعلق بالاكل. كاين اللي كيدير عاود العصيده كذلك دائما نفس المبدا، شويه ديال الدقيق اولا ديال السميد اللي فاش ملي كيطيب كيتكاثر وكيولي كثير وكيولي تبارك الله كيزكى، وكيتحط مع السمن مذوب، كيتحط مع الزبده، العسل، يمكن زيت الزيتون، كتحط كاع داكشي الزين وداك الغله اللي عندك في البلاد باش يلاه كتفايل بها. وكاينين اطباق كثيره ومتنوعه كتختلف باختلاف المناطق وباختلاف العادات، وكل واحد وشنو كيدير في هذه المناسبه هذه. شنو هي القصه اللي قلتي لي قبيله عندك مع البيض خصوصا في المناسبه؟ حنا كانت عندنا في العاده ديالنا مع جداتي ومت الوالده كنا نعيطوا لها عزيزتي من بعد ما كناكلوا بنهار هذا الشيء ديال الشيار والخمر وهاد الحوايج كلها اللي سبق لي وذكرت كتكون كتخمر وكتفيض هكذا. كانت حتى كذلك الفاكهه، اللوز، داك الطبق ديال الفاكهه كل واحد كنعطيو له الجبانه ديالو فيها اللوز والتمر والكركاع والزبيب وهاد الحويجات هادو، يعني كان حاجات مخيره تبارك الله عليك. بالنسبه للرفيسه والدجاج كانت كتكون في الليل او البيبي كان كيكون في العشاء ديال الليل، وكانوا تيفرقوا علينا البيض مسلوق. كان جداتي كتفرق علينا البيض مسلوق، تتقول لنا كلوا البيضه وخزنوا القشور ديروهم تحت من المخده،
وغادي علاش؟ تنعسوا. ها؟ وحيت الا كنتو هذاك العام كنتو فيه ظريفين وكنتو ما درتوش البساله وكتصنتوا كلشي كان مزيان عليكم، راه كدوز داك الحوريه كترفد دوك القشور كتديهم وكتحط لكم في بلاصتهم الفلوس. كنتو درتو البساله بالتخبيه وما كنتوش كتسمعوا كنتو قداح، راه ما كدوش وكتفيقوا مع الصباح تلقاو داك البيض القشور باقي القشور ديالو تحت من المخده وكتلقى كرشك مطليه بالحموم. فكانت هذه من الحوايج الطريفه اللي كنا كنديروا في هذه المناسبه هذه. كنتمنى ان شاء الله يدخل عليكم هذا العام الجديد بالخير، يفيض عليكم الخير والصحه والهنا وراحه البال وكاع داك الاشياء الجميله اللي كتمناو، وما كرهنا شيء تقاسموا معنا العوايد ديالكم ديال هذه المناسبه. الله يخليكم على خير. سلامه.